أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على تعليق مدرب الأهلي سامي قمصان بعد الفوز بالأمس. قال سامي قمصان: كان من المهم إراحة اللاعبين الأساسيين. أحيي كل اللعيبة اللي شاركوا في اللقاء سواء الكبار أو الناشئين. كان من المهم أن نسجل هدف قبل نهاية الشوط الأول. كل اللاعبين الشباب قدموا أداء جيد، ومصطفى مخلوف ظهر بشكل جيد رغم الخطأ اللي لازم يتعلم منه الفترة اللي جاية. خبرنا الثاني: متحدث الزمالك يقارن بين لعيبة الأهلي والزمالك بعد واقعة فتوح. قال أحمد سالم: الأهلي هل مثلا هو النادي الوحيد اللي بيسيطر على لاعبيه؟ الأهلي نادي كبير وله احترامه، ولكن لا أعتقد أن الأهلي يستطيع السيطرة بشكل كامل على لاعبيه. سبق وأن شاهدنا مشاجرات للاعبين في الأهلي في أوقات متأخرة، ومشاجرات للاعبين في الأهلي مع ضباط. التصرفات الفردية هي حجة على الفرد نفسه وليس على المؤسسة. خبرنا الثالث: ثروت سويلم يعلنها لن يتم تسليم درع الدوري للأهلي في الملعب. قال ثروت سويلم: كان من المفترض تسليم درع الدوري للأهلي في نهاية الدوري، ولكن الدرع الجديد لم يصل. إن شاء الله يصل الأسبوع القادم بعد تأخر الشركة المنفذة، وبالتالي سيتم تسليمه للأهلي خلال حفل في بداية شهر سبتمبر. خبرنا الرابع: ثروت سويلم يتحدث عن تشفير الدوري. قال سويلم: ندرس تشفير الدوري بمقابل 200 جنيه بواقع 100 جنيه قيمة الاشتراك، و100 جنيه أخرى سعر جهاز الاستقبال. في حال تشفير الدوري مقابل 100 جنيه أي في السنة 3 مليار جنيه، وبالتالي كل نادي يحصل على 30 مليون جنيه على الأقل ويساهم في دعم الأندية. خبرنا الخامس: تعرف على موعد لقاء الأهلي القادم. مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي يوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء على ملعب المقاولون العرب.